السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد من مؤسسه ابو مالك للمستلزمات عن نبر الدواجن. فيديو النهارده ان شاء الله عن اوردرات شركه شحن. معانا حضراتكم صلي على اوردرات خارج محمد. الشحن. صلي على محمد. صلي على معانا حضراتكم لوحه تحكم 4 مرحله و6 فانه مقاس 20 في 20. لوحه التحكم حضراتكم علبه صاج محمل 30 في 40 همل، راكب على ترموستات فوكس كوري 2001 اف لتشغيل دفايه وشفاط واحد وشفاط 2 وخلايا تبريد، وتايمر حضراتكم شغال على شفاط رقم 1 للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. شفاط رقم 1 حضراتكم بياخد امرين، الامرين اوتوماتيك. الامر الاول من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره بتنخفض معانا درجات الحراره، بيقلب اوتوماتيك تايمر للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه. لو حابب حضرتك بتعمل ايقاف للتايمر بيكون كده الشفاط شغال معانا اوتوماتيك حراره. عايز حضرتك يشتغل معانا الامرين بتشغل من خلال مفتاح التايمر. وتايمر تاني حضراتكم شغال لخلايا التبريد. نوهنا فيديوهات كتير عن اهميه تايمر خلايا التبريد عشان فواطس خلايا التبريد ما يفضلش شغال فتره طويله، ده غير انه هيستهلك معانا ميه كتير، ده غير كمان ان الرطوبه هترفع معانا في المكان. افضل وقت حضراتكم بنظبط بيه تايمر خلايا التبريد هو دقيقه تشغيل وخمس دقائق ايقاف. دقيقه تشغيل الورق بيتغرق ميه بالكامل، بعد كده الغطس بيفصل مش بيجف قبل 5 دقائق. ولمبه كمان لقراءه الفولت ومفتاح الطوارئ بنضغط عليه لا قدر الله في حاله اي مشكله بيقطع الكهرباء بالكامل عن اللوحه. نشوف حضراتكم تقفيل اللوحه من الداخل. طبعا اللوحه معانا حضراتكم 4 مرحله، راكب معانا 4 كوندكتور كوري داكو اصلي. طبعا زي ما واضح امام حضراتكم بالنسبه للتقفيل وتامين لوحات التحكم، شرحنا في فيديوهات كتير ان المؤسسه مهتميه جدا بتامين لوحات التحكم عشان دي كهرباء، وطبعا الكهرباء ما فيهاش هزار. معانا كوندكتور رئيسي حضراتكم للدفايه، كوندكتور 22 امبير كوري داكو اصلي متوصل بسلك سويدي اصلي 4 مللي، راكب عليه التعديل الجديد. زي ما وضحنا فيديوهات كتير بنأمن كوندكتور الدفايه لانه اكتر كوندكتور بيكون عليه حمل، بنركب مفتاح قاطع احادي على الكوندكتور عشان خاطر لو حضراتكم الكوندكتور سخن او السلك سخن او الكهرباء ضعفت والكوندكتور سحب امبير عالي، على طول المفتاح يفصل الكهرباء عن كوندكتور الدفايه، وبكده احنا بنحمي اللوحه بالكامل. معانا كمان كوندكتور شفاط رقم 1 كوندكتور 12 امبير كوري داكو اصلي، كوندكتور شفاط رقم 2 كوندكتور كوري داكو اصلي 12 امبير. اخر معانا كوندكتور خلايا التبريد كوندكتور كوري داكو اصلي 12 امبير، متوصلين حضراتكم بسلك سويدي اصلي 2 مللي متوصلين بالترامل زي ما واضح امام حضراتكم. والسلك الرئيسي حضراتكم للوحه سلك سويدي اصلي 4 مللي متوصلين على مفتاح ثنائي هونداي كوري اصلي 40 امبير زي ما واضح امام حضراتكم. زي ما وضحنا في فيديوهات كتير ان تصنيع لوحات التحكم حضراتكم المكونات بتكون كوري بالكامل. طريقه التوصيل زي ما واضح امام حضرتك تقدر توصلها من غير ما تجيب فني، ده غير كمان ان الدعم الفني حضراتكم الخاص بالمؤسسه بتوصل مع حضرتك اثناء توصيل اللوحه واثناء برمجه اللوحه. اول حاجه من على اليمين توصيل الدفايه، توصيل شفاط رقم 1، توصيل شفاط 2، خلايا التبريد ودخول الكهرباء العمومي. معانا هنا حضراتكم طبعا سلك الحساس، بعد ما طولنا سلك حساس 10 متر معانا هنا الحساس الاستانلس الكوري اللي بيكون دقيق جدا في قرايه درجات الحراره وتظبيط درجات الحراره اوتوماتيك. وضحنا كمان ان الترموستات الفوكس حضراتكم بيكون في ميزه مش في كل الترموستات ان حضرتك بتقدر تتحكم في عدد مراحل التدفئه او عدد مراحل التبريد. هنا مشغلين معانا مرحله تدفئه والثلاثه تبريد. كمان حضراتكم الترموستات الفوكس الكوري بتشتغل في حاله ان لو الفولت انخفض معانا لحد 100 بتكون الترموستات شغاله مع حضرتك، عكس في ترموستات ثانيه لو الكهرباء انخفضت على طول الترموستات بتتحرق. طبعا الترموستات 4 مرحله 4 ريليه بتقدر تظبط كل درجه زي ما حضرتك عايز. احنا ظابطين هنا اللوحه مبرمجينها ان الدفايه 33 وشفاط رقم 1 34 شفاط رقم 2 35 واخر حاجه معانا خلايا التبريد 36. هنشوف طبعا حضراتكم دلوقتي والحراره بترفع معانا والدفايه بتفصل، وبعد كده شفاط يخش رقم 1 شفاط رقم 2 خلايا التبريد. طبعا حضراتكم الوضع الشمال ده بيكون الوضع الاوتوماتيك، في الايقاف بيكون في النص، وطبعا المباشر اللي بيكون حضراتكم الوضع اليمين. هنجيب كل حضراتكم دلوقتي على الاوتوماتيك وهنعمل ايقاف للتايمر عشان نجرب مراحل اللوحه. نبدا حضراتكم كده نسخن سلك الحساس. نرفع كده حضراتكم الحراره مع بعض. اول ما الحراره توصل 33 الدفايه تفصل، لو رفعت ل 34 شفاط رقم 1 يشتغل، رفعت معانا كمان درجات الحراره شفاط رقم 2 يشتغل. اخر حاجه معانا لو الحراره ما انخفضتش يخش معانا خلايا التبريد زي ما حضرتك ظابط التايمر، طبعا هتشتغل معانا خلايا التبريد. طبعا عند انخفاض درجات الحراره اول حاجه بتفصل معانا خلايا التبريد، الاثنين شفاط بيفضلوا شغالين معانا لحد ما الورق يجف او درجات الحراره بتنخفض. درجات الحراره بتنخفض بينزل معانا كمان لشفاط 2. هنا طبعا زي ما واضح امام حضراتكم درجات الحراره انخفضت عن 36 الخلايا التبريد فصلت، درجات الحراره تنخفض معانا ل 35 شفاط رقم 2 يفصل، صلي على محمد. ال 34 شفاط رقم 2 يفصل معانا. دي حضراتكم طريقه برمجه برضو
بالنسبه للترموستات الفوكس الاربع مرحله. هنا طبعا انخفضت معانا عن 35، شفاط رقم 2 فصل معانا. زي ما واضح امام حضراتكم بالنسبه للتقفيل لوحات التحكم، زي ما وضحنا لحضراتكم المؤسسه مهتميه جدا بتامين لوحات التحكم، وجميع تصنيع لوحات التحكم اللي بيتم تصنيعها بالمؤسسه بتكون كوري، ويكون عليها ضمان مدى الحياه، ضمان فعلي. المؤسسه مسؤول عن كل قطعه راكبه في اللوحه سواء من الخارج او من الداخل. دي خارجه معانا شحن ان شاء الله، والعميل طالب معاها 6 فانه مقاس ال 20 في 20. زي ما واضح امام حضراتكم الفانه بتكون 65 واط. طبعا الخارجي حضراتكم بالنسبه لي الفانه بيكون معدن، وبتكون الريشه معانا بلاستيك. دول هيتم شحنهم ان شاء الله. بفضل الله تعالى يوجد تصنيع جميع لوحات التحكم حسب رغبه العميل، وللغرف المنزليه وعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز، وجميع لوحات التحكم حضراتكم عليها ضمان مدى الحياه. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ويوجد شحن لجميع المحافظات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.